الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ويا طي السنة درسير أقوي سوت نير تحبا دوس طيه شاهدة القصيلة وش الله دال بو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نجح سن سليش حوق سخلتن خطح سأالله وتان دعدة قيق من جواب الأس إسيجا قيقش أتار ألويل سن جواب سيختيشا أتيوشيلش شاشنيزة نوقها الليل ترحم. إمام البغوي سبو رحمه الله قوله تعالى: الله دوشا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يهود أهل المدينة مدينة عبد جكتش إيلر: يا محمد، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام وإن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ يا محمد، تخدالنا موخز تخدالنا موخز حمو جاون شيشا تخونا تقلنا يقحا بخبع شرح نقبل لا تاق بخبع شرح نقبل المتقال وإن غلظ كل سماء مثل ذلك. يهور استقلنا يقع يولش الله يشور الله أتكبر يقال ورخ استقلو هور استقل يقعها بخبع شرع نقبل الله مهتق يقال. فنزلت هذه الآية تقدسر هر آية. وقال الضحاك سبو: سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ تعبوا البيمر صحابة شخاتن خلق ديلي يشني عليه الصلاة والسلام جرقويت خديلة أو تاقتنغا ملش تخيدقح قيقا بيربولش يا إزجين وتخون فنناديه تاقوى سنجمح بهتش قيقردلش. فأنزل الله تعالى الله عز وجل آية توسير: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفيه إضمار كأنه قال هق آية نجحا حلدنا شيء معان دلش دشنش دعون باختو كأنه قال الله عز وجل السنة: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء. أحال تارجع سجير جوترن علما تاني سوخ تحاهما قيل دولش دات كما قال الله عز وجل ما الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تجير مدوتنا من حبل الوريد وقا لقته الدعويش بلا أتبخن لا. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. أبو موسى الأشعري ديليوش عليه الصلاة والسلام خيبر وغازوة وغان جينح خيبر غازوة وغان جينح يتو إيلر ديليوش عليه الصلاة والسلام خيبر وفيرزن جينح خيبر نوق والجينح. أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. ناخ تاقشاشة وتنتوري نقيجر إشا تنتوري يولشي قيجرس فرفعوا أصواتهم بالتكبير. تكبير شيء أزنش حالي يدبيل بلرش. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخديل يشنو إيلر عليه الصلاة والسلام:
أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. أربعوا على أنفسكم ألجا شيء سنواش شخاء شيء سنواش ثاني دقق إنغيت مخيل بوك سن ما عنده تجاه شاش إمحت بيتشا برغت دي قمل أش ديوش دق أش الله هيك ديوش دق تكبيش تشينا حد أو محت بيتشا برغت بيت إمح بوك دو إز أخفضوا أصواتكم بوك دو إز أرفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم المعان دوتن أربعوا بوش دق بقلا أشا شقيق شمدات قرولشونغ يا ووتشولشونغ إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. بقلا أشا ديوخش أشقيقا بأشوغا إذا خجشو جرقعو إذا وهو معكم إذا شتانو. هر حديث بخاري مسلم شهدين حديثته. قوله تعالى الله دوش أجيب دعوة الداعي إذا دعان بوشتق. قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما في الوصل. تحقى أهل مدينة تارى قالون أبو عمرو وشار تار ياء دوي تقع دولتن إثبات ديش تار في الوصل تقع وصل يتشينا خط شينا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أصلا قا دعاني المدرس قا يتار تقع وصل يتشينا يان إثبات نتار. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي تقع خط شينا. والباقون بحذفها وصلا ووقفا بسنشارة تار إيا دوش ديشنا وصل يولشوح خط شوح آية تعدوش تلدش ثاني يا وقف إشتا وقف يشوح سوتش جيناحا. وكذلك اختلف القراء في إثبات الياءات المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة. إشتا قراء شيء اختلاف في اللحون حذف دين دول ياء اشتوي مثلا قزح سن دعاني دول شوحا يا تعديح قندوق سيقا إشت أتكي برقيش آية كحا مثلا حسب دين وخلرة تيرا إخطن تح دعيازين مغرقها إثبات أتياشن إثبات يشو إز حدا لشتو إز يدات ألا دادو يشتينه أتنقى تير اختلاف خلا. ويثبت يعقوب جميعها وصلا ووقفا. يعقوب سا إيا إثبايان إثبات يشتو إز حدا لشتو إيا مصو متنقع وصل يولشوح وقف دولشوح آية تعدو تاني خوت شوح يا مثلا ستوش دولشوح قزع سن مثلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان ستقوي. يعقوب سمود يشتو تقع أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يا خوت شيناها إخوة قيت دوش دوش تاني يا حدا لش خوت شتو. واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط وصلا ووقفا. أما شا مغرقها إثبات يا دوي قرآن شو مثلا أتمغر يا حدا لندعيازين دول شوحا تقعها إذا يا دوشر دو ألا وصل يول شوحا وقف يول شوحا تقع اتفاق لتير مسيري دولش دول يا دوي مغرقها إذا دعدوشر دو أل وصل يولش خط يولش أتاعا برت خلتير. أما حذف دين دول يا تقع اختلاف خلتير. فليستجيبوا بوشتيغا قيل تعبو شرال الاستجابة بمعنى الإجابة. استجابة بوغا حين جواب دلر ديخر دوقز مثلا جواب دلر ديخر خو آية تنقع بمعنى الإجابة جواب دلر معن قادو إزبو أي فليجيبوا لي بالطاعة جواب لويل تارسونا متأخلرت. والإجابة في اللغة لغة تنقع جواب دلر الطاعة الإجابة بوشتل دوش دوي لغة تنقع إذ هدو الطاعة متأخلرت إذ وإعطاء ما سئل تحقق حيق ديخغا أحدلر دو إذ
فالإجابة من الله تعالى العطاء. الله قرأ الله دعاء الله جواب دلر إذا تو أعديخك تندلر دوئز العطاء دلر دوئز. ومن العبد الطاعة أما الله يقرأ دولشتل إجابته إذا الطاعة متأخلر دوئز. وقيل تعبول شرال فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة سيقرأ فليستجيبوا لي سيقرأ دعان جوبلو الدوخيل تار أي ليستدعوا تار دوخيل دع دويل مني سيقرأ الإجابة شين جوب. وحقيقته فليطيعوني أما تنبقل دوصل معا هدو فليطيعوني سون متأخل يليش إمام البغوي سبويز. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سويتاني إيمان دليل تارا إشخلي ترحامة نيسوان تاع لكي يهتدوا إش نيس نيقتع خل رحام. فإن قيل فما وجه قوله تعالى نقع سنت عم خاتح هو مو قيت دي زويا هو أغوريو الله دشن أجيب دعوة الداعي آلر ادعوني أستجب لكم آلر وقد يدعى كثيرا فلا يجيب تندق دي خد جواب تلو سؤال. قلنا ويأيدو اختلفوا في معنى الآيتين هقشن آية معنى نجحاء علم شنيخ اختلاف خلا. قيل معنى الدعاء ها هنا الطاعة تعبول شهر الله دعاء بوشتول دشن معن قزعة إذا الطاعة متأخر دؤال أجيب دعوة الداعي على كل عشيني آية قاعد دعاء دردوي دعوة خليل إذا أدعوني خليل إذا الطاعة معن دباخ. ومعنى الإجابة الثواب أما إجابة بوشتول دشن معنا أقشن آية إذا الثواب يل خلردو إزال. أجيب دعوة الداعي ادعوني أستجب لكم آلر مثلا قزح أستجب بوشتك الإجابة إذا الثواب أستن يلو ريبوكسن. وقيل معنى الآيتين خاص تعبول شهر آلة هق آية معنا إذا خاص دباسر قست دباسر وإن كان لفظهما عاما تيشن لفظة أبشي يلاح تقديرهما تيشن تقدير تيشن لوشتك هدو آية شن آية أجيب دعوة الداعي بوشتك أسا سيوك ديوش والشنا سيوك ديوش والشن جواب بلردو إن شئت سين لأح كما قال إشت الله ما ألر فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الله عز وجل حقوش تقردو ما تدعون أشديوشتك إليه تنقر إن شاء شين لأح. أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء يا آية معن هدو أسا سيوك ديوش والشنا جواب بلردو إن وافق القضاء أسينيال قلنا إز أسينيال قل تاني إز دوغش خلاح. أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له يا أستن جواب بلردو نجح سنة أستن جواب دلر غولح دلحتن. أو أجيبه إن لم يسأل محالا يا أستن جواب بلردو نجح سنة إن لم يسأل محالا يا أستن جواب بلردو نجح سن توسوك تديخ إن لم يسأل توسوك تديخ شيء محالا أقا جواب تدليش يوش. أو أجيبه يا أستن جواب بلردو إن لم يسأل محالا نجح سن تو سيوغا شين جواب تدل يش يوتشلهم تو تديخه مثلا تعم وغوان دعديق سوال موليته يا الله إذا الله عز وجل نتقوش ولا أتومن تحا الله عز وجل قيش آيش كحا شيء أزلحا دعيا زندو هور شيلية هور شيلية عوجل خلر إذا لير والشلر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني أخبرنا حميد بن
زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ستويت ديل عليه الصلاة والسلام إيلر يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. الله عز وجل شختان دعان جوب لطو تو قدوشتلهم إدوخش ملووت يجرجلونش خيدر دوخش إز ملووت يا أو يستعجلوا يشين جوب خلري سخديش إز ملووت. قالوا وما الاستجعال يا رسول الله تار إيلر هدو شين دعان جوب دلر سخدر ديخر إز هدو يا رسول الله أل يقول قال ديلر شنو إيلر يقول تقول قد دعوتك يا رب أصديخر حق هيسديل قد دعوتك يا رب أصديخر حق هيسديل فلا أراك تستجيب لي سون تقوق حسون جوبلوش فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء أتحو لها تو هدو شين تنغ جوب خير دقال دوق دلي دوق دلر بحن دولشا فيدع الدعاء تو إديخر شاء الله إديخر عد تقصوه. إشي الله يقديخر دخل دقصو فيستحسر عند ذلك اتمتح تو شاء الله يقديخر دخل دوي تو نودوق اللي دخل دو تو إز أخا يدوع در ديخر عد تو. وقيل هو عام تحبول شارع إذا أتشن آياتي معا عام دباخ دوغا خاص تؤلر قرأ عام أبشي دباخ معا. ومعنى قوله أجيب بوشتل دشن معا دو أي أسمع سون خش دبو معا دا قن تحبول شارع. ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة تحبول شارع أول هو آية نقعدات أكثر من إجابة الدعوة دعنا جوب دلرلا سوداقا معا. فأما إعطاء المنية أما دال إعطاء المنية أجا تو مثلا شا لوردو ألك دلر دوي يا مثلا المنية بوشتك ودو قزح أدمو ستيشتلهم دوقي. وأما إعطاء المنية أما أدمنا تنديشتو ستيشتلهم دلر فليس بمذكور فيها حقاية حقين داتون إزباه. وقد يجيب السيد عبده مسني خلا تاقا إيل نو شيلين تو ديخ چون تاجوبلوش. والوالد ولده يا داس شي دوزل هو چون تو ديخ تنلوش ثم لا يعطيه سؤله تلتحا تنديخرنا تديخك تنتلو تديخك لطن تلوشخل. فالإجابة كائنة جواب دلر خير دول شتحون لا محالة تعشي كويوج إذا تخل جواب تخل يشيوج عند حصول الدعوة دعاء ديخر إذا قاعد شوطيا. وقيل معنى الآية تحبوا الآية معا دبو أنه لا يخيب دعاءه لقى الله عز وجل إذا تو الله يديخك دوي أتنه وقر واتحن إزبو لا يحرمه بوغ معا دوقا لا يخيب بوغ. فإن قدر له ما سأل أعطاه نقع سنة الله تن إزيازن خليها ما سأل تو ديخك أعطاه توتن إزلوردو. وإن لم يقدره له ادخر له الثواب في الآخرة نجح سنة دنيا نجحها تون إز الله عز وجل يازن خل داتها توتن إز دادولردو يتيح توتردو تو دين دول دعنا خ تون يل تيح توتريو في الآخرة آخر تحتنا تون قيدقوها يل ريوش. أو كف عنه به سوءا يتن تو دين دول دعان متنا تن تدا يشيل شلقي دوق دوستل وو يختو غردتنخ. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي تن دليل دون ألجا
وين ديتن شو نخدعون عبد الواحد المليحيسة أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم عبادة بن الصامت دي تنترق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ديل عليه الصلاة والسلام ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه هقلات تنتي حتى بسو بستق موات تو الله جاء دخن جناحه تو تن إزدل بهم تو تن دخجة تن دل بهم الله تحقه بدعوة إلا آتاه الله المهت يقع زبطه خليشات إلا آتاه الله إياها الله عز وجل تدخك دل بمتن أو كف عنه من السوء مثلها يا تدين دول دعدوي تدخك الله هيك تنختر تن مثلا تعوو تدا يشخل يهو تنه يختو خبم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم تو قلت داشتل هم دوخش إز ملوت يا جرجرلون شخير داشتل هما إز دوخش ملوت ترمز ديتن حديث تهر وقيل تحبول شار ألا إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمنين في الوقت ويؤخر إعطاء مراده الله عز وجل إيمان دلنا استجن دعاء جواب لشتو في الوقت تدخ شينا ويؤخر إعطاء مراده إشتتو تنديش دقدوي إز دلر تحتوت ليدعوه فيسمع صوته تو تنجيخ ديخر حامة تاق الله هنتن أز خزر دولش ويعجل إعطاء من لا يحبه شين تبيش ويقوي الله شين تبيش والجنة تو دخق سيخوان تن لا لو سيخوان لو تو تن دخق لأنه يبغض صوته هند تن أز تديزن دير وقيل تحبول شار الله إن للدعاء آدابا وشرائطا بقل دعنا شيء غلق شتتن شيء بيحكم شبو وهي أسباب الإجابة إذوش جواب دلن بحنشتو فمن استكملها كان من أهل الإجابة إشقوش دين خلوغا إذا شينا دعان جواب دلن أهلخ خلهون إذ ومن أخل بها لقا أتنقح لدر الوينغا أت غلق شكاح دعان غلق شكاح بيحكم شكاح لدر الوينغ فهو من أهل الاعتداء في الدعاء إذا دعان قاح شينا تاقا من أهل الاعتداء في الدعاء دع درقاحة هو تنخا سو شين مستخل خيل شيره هون إز فلا يستحق الإجابة تاق إذا شينا جواب دلن حق دل شروات تونيز تول دعبوه لقسيل عوج الله دال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله عز وجل هقاية كعبوخة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم شنا مرغي بطح بيسنا الله عز وجل شن مجينا حانل دينا شنا شي زدرشتا اوحز غلق ديتر مارخين بيتن بيسن بو الله عز وجل
هاي شيء زدرشت مرزو يتا أتا مرخي بتبوسنا إز الله سبحانه لنشن شن زدري شو دوخردو شو تارنا دوخردو الله هنخأ شو شاش شينا يا مرت دولش دوي تون ديلا قابلنا تو شن توب تو شن جهش دينا طهينس دونا فالآن باشروا هنا طهينس دونا أشتار تاني مرزو يتيل وابتغوا ما كتب الله لكم دالشن يزين دولشن ستيوش خلشنية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أشياء يؤيل ملا موليل شنا كي عارجي تي حق استلتا ستسجينا ثم أتم الصيام إلى الليل تسلتها أشا شي مرخ قوش ديلشني بيست يلت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أشا شي هسمنا نوشتاني مرزو ما يتسلش شو اعتكاف دشتل شا مجدك شوا تلك حدود الله فلا تقربوها الله دازون شتوشن اشتان جرق مولش كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اشت الله عز وجل ناخنا شيء بلغون شا بلغلنا إشاء الله قيرش خلي ترحام قوله تعالى الله دوش أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بوشتغا فالرفث كناية عن الجماع رفث بوشتل دوش إذا كناية عن الجماع جماعة مرزو إيتر شيء سمنين قال ابن عباس بو إن الله تعالى حيي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفع والدخول الله عز ابن عباس بو الله عز وجل يحخي شو داقا كمار شو إز الله عز وجل كناية ياليو يكني الله عز وجل برينوستم سمسلي أول مثلا كل ما ذكر في قرآن شو مسو عغين يول متقى من المباشرة مباشرة تخليل إز الآن باشروهن مثلا فالآن باشروهن بوق الله عز وجل والملامسة إشت ملامسة ذوتشنا قيتر دوتشنا والإفضاء إفضاء يتشع قال لك سيد عوج الله دال ما الله رقيج آية تنقع وقد أفضى بعضكم إلى بعض أشأ ووشخ مرزو ما يهتير زدر تقدوتشنا والدخول إشت الدخول شو عوالر الدخول حقدو لقى إشت الله عز وجل قيج آية ما الله را زدري بيوتشنا اللاتي دخلتم بهن آل والرفث رفث بوشتل دوشة فإنما عنا به الجماع رفث بوشتل دوشة قناخا لو اشتقدر الله عز وجل الجماع مرزو إيتر زوتشن جماع ير وقال زجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء زجاج بو الرفث بوشتل دوشة إذا چلاتن بولش دوش دهون هور استگرشن زودرشه مل دیشتل همنخ استگرشن زودرشکر مل دیشتل هما هم چلاتن بولش دوش دهون دوش با الرفث بوشتگ قال أهل التفسير كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلها تبولا تفسير علم شناخ الله إسلام دين دوحر دعدولو چيناها استق مرغ داستشا حل له الطعام تنا يأ مكشتر ملأ مكشتر والجماع اشت جماع مكشتر إلى أن يصلي العشاء آخرة تو تحر بحولامز دلت أو يرقد قبلها يا إذا هو تنخ يا إذا تل حلق دعويجلت شاف حولامز دلي دعويجلت مثلا مرغ داستي تو مرغ داستن شو تحا تن مجش تو بحولامز دلي يا إدعويجلي بحولامز دلي دعويجلي
تون مكشتر يا ملا مكشتر مولشك ملا مكشتر تاقا جماعية مكشتر مثلا دلع مارخة داستان أخصح تالش دعوي جقيز يا لامز يا بحول لامز خانخل كان لامز ديقتو اسمه تردونا تون إشادق مكشتاتر فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها تاقتو بحول لامز دين شلتا دلح تو بحول لامز دين شلتا بحول لامز دل إزدعوي جناحة حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة تنا حارم خلشتر يا أرى زدري تيوشل بيست يالت ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء سلطحة وزامن شادوق سلطحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب مار داستن شلطح بحولا مزدين شلطحة واقع أهله شيء تنهس من إنسان مرزو يتخلطه فلما اغتسل يغتول عشاليشن شلطحة أخذ يبكي ويلوم نفسه إذا ويلخ والولر شيء قربيخكش بوش فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقديل إلشوالشي وإنتو إيلر يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخطيئة هيديل إلش بقلاسو بيحكزو الشوق الله حلخاحة اشتحون حلخاحة السيخ سيوغر دال شمنا سيوغر دال دولشو هقو قنخ عل غالة أخيا إني رجعت قد قزع خطيئة بوش قد قزع دوشتك إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ بقلا عمر بن الخطاب بو سو بحولا مزدين شلتحا سيدوزل بولش سيهوسم نانيوش يوخ ويرزيرشا شو غرشا سونا تخذ حج يئر تنقر خذ حج يئر أحقا سسنو سولت لي نفسي سسنو سونا سعي خوينا أحقا أسا سيهوسا من إنسان مرزو إيتر فهل تجد لي من رخصة سون تعب يحكز له كريحنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم داق ديلي عليه الصلاة والسلام ما كنت جديرا بذلك يا عمر ما كنت جديرا بذلك يا عمر حق دولش مواسر أسكي برهم ده يا عمر آل جديرا بوغ مستحقا بوغ دويس فقام رجال واعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه تاقا اتماجدك شو أخيل بلقي قوانخي حلغي تنتار شيقر إزهم دال الحخير تار عمر دال شيقر دال ير إزال تاقا عمرنا إشتا إسان بلشو قوانخش حقا حاهر آية تأسر أحل لكم بوشتك أي أبيح لكم شن مكشتشن ليلة الصيام أي في ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أي سكن لكم شو تاني ديخش دلو يعني شو تاني بيخش بيش بشن إشباه سكن لكم يشن برغتو يشن تارقح وأنتم لباس لهن إشتشدشن تان دولشتلو تاقدوخر دوشن شو أي سكن لهن شو تير داخر دوشو يتارجع حشون برغتو كريو سكن بوشتغا إذا داخر المعن دول برغتو المعن دول دليله تندلل هدو قوله تعالى الله دوشا وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله عز وجل تنهسم نانير ليسكن إليها إذ تنتاني واخر حامل يا تنقع برغت وكرير حامل سمق دالر كردر حام وقيل تبول شار الله لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر ووشيحا برغت سمق دالر كروش مدى تعني همنا زوجنا استغنى ووشيح إذكر مدر وقيل تبول شار الله سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم
تاقا زوتشنخ استغنخ تيرشن هورنخ لباس ال دوغر ال تياقنا تارشما تير بدر دعياقن شين تير بدر دعياقن ديرا عند النوم دعبيوشتينه واجتماعهما في ثوب واحد تحن بدر كلاحا اش ووشخية ديرا تتوشلهم خليلز مثلا حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه تاقا تيرشنا خور خيرول شيردولشا شي ناق واستنا يعني زد استغن يستغ زوتشنا كالثوب بدرسا الذي يلبسه ستيوخشل. وقال الربيع بن أنس بو هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. إيش ربيع بن أنس بو هن يعني زدري شو سمنانوي فراش لكم شو مثلا كالتوشلهم يئز شون كالتوشلهم سن بوش وأنتم لحاف لهن شو تانا تتوشلهم سن دشو تانا لحاف إذا تحرشوش تتوشلهم شار شو. قال أبو عبيدة وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. أبو عبيدة سبو إشتا أول شلوحن زوتشنغ إذا حا بدريو إذا حا بوختوشلهم يو إذا حا إزاريو إزار ويمديت سرا غدي وقيرا لخ تقاتشل ست يوشلهم يرقص مثلا إزار قزعلو شيغا يغدي وقيرا لخ كوكش تقاتشل حارشين دعيوخشل شارش وسنهم يقص قزعلو شيغا. وقيل تحبو اللباس اسم لما يواري الشيء. لباس بدر إذا ملخهم حليش هم نخ أولشتل هم تيعون إزباه فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه. تاقا خليش يحونا تيرخ هور ووشيا خربلشا سترا لصاحبه تو بردو دوشا لصاحبه شيناغ وستن يعني زود استغن يستغ زوتشن عما لا يحل كما جاء عما لا يحل قد سمعش دولشو همانجح كما جاء في الحديث حديثا قاعد أن مخلرة من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه زوديال خلوستغا تو شيء إزدقي أحونا أحرز بوشتغا إذا حصل المعنى دوتن نال يا مثلا نال بوشتغا خلي زوديالين خلوستغا تو تن مثلا دين قادي قدقشا شن داقني اقي احون از ال ما عنده الحديثا قح الحديث غير حديث تو ضعيف حديث تو مخل دينشر ار بوش نحكر بوين خيل زودري بحندو زودري باريج دلع تعاشي كويات الله قير شو استغا تو حارهم شان لر ولا رحامه زوديالو يشو إذا ديلش نشي حديثا كعما ألر قيش حديثا كع تلتعبو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الله أنخي نشن شو كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء. الله أنخي نيرشن شو تحق ظلم ديشدوية إشتا تاق خيانة يشدوي أشا مرزو يترتا شهوسمنا نوشتا بعد العشاء بحولا مزدين شوتا. قال البراء أصبو لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. البراء أصبو مرخي بطا رمضان بطا مرقا بردوسن شيناها إشا جرق تغور عن شهوسمنا نوشنا إشا ملبو رمضان بطا. وكان رجال يخونون أنفسهم لقد تحبوا استجري خلارة تار خيانة يور شاشين شيسين واشن خيانة يور تار يا مرتولر بوغدو قزم. فأنزل الله تعالى تأخ الله عز وجل آية توسير علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم تجاوز عنكم الله جشت نشن شو توب قبل دينشن تجاوز عنكم أشا شو قينو أشا الله شنتو نجشت دينشن تجاوز بوغ
يعني شون جشت نبوغ دو قز قزالو اشتغ عفا عنكم ال وعفا عنكم متحدوش عفا عنكم محى ذنوبكم شقين وش لعدي نشن الله فالآن باشروهن هينت أشتات مرز هينت دون أشتات مرزو يسلشني جامعهن حلالا حانل ورشن حانل دول مرزو يسلشني تارت سميت المجامعة مباشرة لتلاصق البشرة كل واحد منهم لصاحبه مجامعة مباشرة اللحون باختو تيرشن هورنا شر ووشخ قيتش دول دير وابتغوا ما كتب الله لكم الله شن يزن دول هم دوي اتنقح ستوش خلشني أي فاطلبوا ما قضى الله لكم أشأ دوي خيلة الله شن يزن دق وقيل ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ يعني الولد تعبوا الله عز وجل شن اللوح المحفوظ يزن خيل دقا يعني تنالوش دقا الولد دوزل هو قاله أكثر المفسرين دقوا أبو العلم شناخ الله إشت قال مجاهد بو يبتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه أشا شن دوزل هو خلري ستيسيل لقى يا مثلا لقع ما خلر أش اللخيل شن دوزل هو خلرا لخيل أش قحويجيل بوك دقز إن لم تلد هذه هقوة شن دوزل هو تواحة فهذه تقوى بيرولش قيج زوتشوا وقال قتادة بو وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم أشا دال شنا بنبول أهتون ستيسيل أش التي كتب الله لكم دال شن إزدعباز شن بازين خلبول أهتو بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ شن الله مقدرته يأ ملا جماع يرى في اللوح المحفوظ شوه وقال معاذ بن جبل سبو وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر أش ستيسيل دال شن يزن دول شمنا يعني تنالو اشتغى ليلة القدر بيسنجح قوله الله دوش وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بوشتغى نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة ابن قيس ابن صرمة أنصار شيخا خلوة أبو صرمة بن قيس بن صرمة بوشتغ حق عدو السندو با وقال العكرمة سبو أبو قيس بن صرمة تنته تيب معنش داقن تقع داق عكرمة أبو قيس بن صرمة ورباز وقال الكلبي سبو أبو قيس صرمة بن أنس بن أبي صرمة ورسبا وذلك أنه ظل نهاره يعمل في أرض له وهو صائم إذا مصدر إذا مرخ دولش إشامل دول دينها بلخ بيش لدى حرتو إيده شي لاتن تعليلوش دول لات خلطن إلات ليلش إشامل دول دينها بلخ بيش مرخ دولش لدى حقتو إيده فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر إذا سيرن قوالشينها شي دوزل يخبر زر إذا بتمر خرمان شحوش وقال لأهله قدموا الطعام سؤال شي هسم نيني سونا يأم لوحل يأم وحي الله شينال فأرادت المرأة أن تطعمه شيئا سخينا تن هسم نين لإرت آقتن يوغ يأم خطع يلتن فأخذت تعمل له سخينة تأخ إزيول لرتنا يوغ يأم كيتش وكان في الابتداء من صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب إسلام دين دوحد عدو تشيناها بحولامز دين ويق بحولامز دين ويق إشتا دعويجن ويقا تنا حارم در يأ ملأ فلما فرغت من طعامه إذا يأمين كيتشن يالشوتها إذ هي به إستنتحوه تنيو شيتين دين قد نام إذ ويجن كريرتن وكان قد أعيا وكلا فإذا شوك أدول ور أعيا وكلا شا بوخ بيتشينها شوك أدول خلوق إذن إشاك أدول 4 نبقت ثلاثون فأيقظته
تو السمع قر فكره أن يعصي الله ورسوله تديزر الله نأتن إلشنا عيسخل فأبى أن يأكل فأصبح صائما مجهودا يأم يخي تريز مرخ كدو لولش متي ولش مرخ لا تعورن قويلر إز فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه ده يقيد داتر إذا ووخ الوحي يجرز باقور بين ووخ الوحي يجرز فلما أفاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شامت وينشنها ديل يلشوش إرز عليه الصلاة والسلام فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ديل يلشن إزجينش نحتوتنك إيلر يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحا هاي أبو قيس هدوحونا خلق حسورنج موالة طليحا بوغا حيكير يأمخ بيس بولش فذكر له ما له فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تاقتو فذكرت حخير ديل يشني عليه الصلاة والسلام شين خلدق فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يشتاق اغتم بوغ حزن بوغ دو إذن فأنزل الله عز وجل تاق الله عز وجل آية توسير وكلوا واشربوا آل أشياء يؤيل ملم ليل يعني في ليالي الصوم يعني مرغن بيسين شكح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بياض النهار من سواد الليل يعني شنو بلغل دالة بياض النهار دين يلشل كيل يك أي خلر دك أي سيرل دالر من سواد الليل بيسنا يلشل عرجل لخ سمي خيطين شئتي يقنعون لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط هون داشا تيرشن خورأ ده سيرل دالر يبوس عرجلر يبدو خيط لحونا في الابتداء دوحر إش دادولو چيناها ممتدا ديخ اشتايخ خيلش موخ تديخ كالخيط تيسن أسكي برسونا اختار لحون إسبا أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا أبو غسان محمد بن المطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بوشتك ولم ينزل قوله هر آية هر دشنش آية تردوسنير هتلتا ارتدوشتول دوشة الله آية دوسن داترون من الفجر بوشتك سرليالرخ بوشتك فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود تاقا تتعبوا الله استجري برهون باخ شين مرغلا استجدعش شي كوغت كي عرج تيدعدوه كرتار ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما إذا شايام يؤشير ست سترئز شينا يشي حقوش دالت يشي بلغل دالت كي عرجيتي فأنزل الله تعالى بعده تاق الله عز وجل توقع آية تفسير من الفجر من الفجر يعني سر الونخ فعلموا إنما يعني بهما الليل والنهار تاختان خير بقلا أتشنخ خيط الأبيض وخيط الأسود بوشتنخ وشتغا بيسي دي دوي بيسي دي شن قاس دلت أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحجاج بن منهال أخبرنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بوشتغا آية توسن شينها عدي بن حاتم سبو هر آية توسن شينها
عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. شاء هو تنخ شاء كي عرجي تيرق حقيتر شابه كي عرجي تيرق حقيته شيء غيبا كاللي ليرشابه. فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل سول ولر تارشن حاجة بيسيني حاجة فلا يستبين لي. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستبين لي سونا بلغل تديلر تاق يشي حقاستم قاست بسد قاست تديلرشين با تاق شاعرنا ديل إلشوش وغر. فذكرت ذلك له أستنق حخير إذ فقالت إيلر إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. بق الله آية علوش تقا إذا بيسن عرجل لإذا دينا يلشل سرلو يإذ كيل. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل. ديل يشنو عمر بن عبد الله بن عمر يقردوهر حديث عن أبيه عمر بن الخطاب بيقر ديل يشنو عليه الصلاة والسلام إيلر إل بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. بلال بيسن قيق أزاندتو بيسن عيقا ديشتك دوقز أشياء يقول ملا موليل ابن مكتوم أزاندلت تو قيقا بلت. قال تؤيدر كان ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن مكتوم ورحون باغ بعرزية استقور إذ تو أزان تدور يعني قيقت قيقرتو لامزي قيقت قيقرتو شيق ألت هعورنج واللهون آل. واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق حون خويل فجر سرليالر دوي إذا شنكي برخول شحون كاذب خرت سرليالر يو صادق بق سرليالر دو. فالكاذب يطلع أولا مستطيلا كذنب السرحان يصعد إلى السماء فبطلوعه لا يخرج الليل. الكاذب خرت سرليالر إزمو خلشتو دحر اشتايخة برز تقسن اشتايخ حقوتشيول شو إز يصعد إلى السماء تقل حليوش لخر دينا تقل حليوش تباغم سن. فبطلوعه لا يخرج الليل إيقوتشيال إسيرلو قوتشيالرتا بيوس دعيال خلشياتهم. ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم مارغلوش والشنا يأم يأر تاقا شامل شجملر حارم خلشيات. ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق تلتها إسيرليالري يتبوغم سنشتان متاجوغيوش خلز. إذا قيليول أتكيبر إسيرليالر فيطلع بعده الفجر الصادق تلتها بقيول شول سيرليالر حقوتشيول مستطيرا ينتشر سريعا في الأفق. مستطيرا يخيولش يرج سيخ يرج يسرلو في الأفق غوريزونتا اشتنا غوريزونتا. فبطلوعه يدخل النهار إحاقوشي على تاني يدخل النهار ده دادولشتو ددو قوشتوشتك دادولشتك. ويحرم الطعام والشراب على الصائم مرغلاتشنا إسرلو قوشي على شلطيحا يأمي ملر حارم خلشتو. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. سمرة بن جندب ستوت ديل إلشنو عليه الصلاة والسلام إيلر إل شو عوقا يأمي أرخ يخم توخيل بلال دندل أزانو شو عوقا يأمي أرخ يخم توخيل ولا الفجر المستطيل يا ويحلخ وحخ مدرة إشتا لقنية تبعوهم سن حليو شول إسرلو أتوى شو يخم توخيل ولكن الفجر المستطير في الأفق دلاحة شو يأمي أرخ يخ توخيله غريزو انتها إشتا يخ حقوشي اللو سرلونو. قوله تعالى الله يدوش ثم أتم الصيام إلى الليل بوشتغا فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق. مرغلات وستغانا يأمي ملر مل حارم خلشتو بقيول شل سرلو غوشيالرت ويمتد إلى غروب الشمس إذا اتمغر داخل شنوحونا مالخ بوزلت فإذا غربت حصل الفطر مالخ بوزن شلتها مرغ داستخان تقوتشو. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان أخبرنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول هشام بن عروة سبا شيداس أول خزر سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا هقر بيست أيأج وأدبر النهار منها هنا قش ده دعدغش وغربت الشمس ملخ شبزش فقد أفطر الصائم تأخق مرغ دوستدو مرغ لاتسنشو صائمس. قوله تعالى الله دوش ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد بوغ وقد نويتم الاعتكاف في المساجد شو ماجدق اعتكاف ده نية خلع وليس المراد عن مباشرتهن في المساجد قزعلوش تقدات حونا زدرشت مرزو يتر ماجدقشكا نعم لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف هندالج إذا ما اعتكاف دوت شيناحا مجدات يعني ماجدق شوحا مرزو يتوسم نيت. والعكوف هو الإقامة على الشيء عكوف بوشتل دوش إذا حتى هما انتحلات تردوئز والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله شريعة اعتكاف بوشتل قدو إذا حماجدك شوح دهوة تردوئز حماجدك شوح الله تردو الله عن عبادة تش وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد إذ سنة تعون ماجدك دوش قيش حقي دمكش دات ويجوز في جميع المساجد إذ مكش تعون شامل دول ماجدك شكا هندال تاق تعليرن زيرتنا شو خانيا قرحام شيء حرم قدس يعني حرم دوش شوها قيش ماجدك شو إذ مكش دوسن ده بيامر شو حديثن إذ مدار. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة. عائشة ستوت ديل يلشوربو عليه الصلاة والسلام اعتكاف داشا من رمضان يعني تحر اتينحا اعتكاف ديش رمضان بتح حتى توفاه الله تعالى الله عز وجل إذا دقله ولت ثم اعتكف أزواجه من بعده تولتحا إدعوال تولتحا تنهسمنا نشتر اعتكاف
والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد. هر آية دوس نحونا ديل إيلشنا أصحاب شحقها إش اعتكاف ديشبر ماجدقع. فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل. تيرخت عن قوانخ شنا تعنا شيء تحشت وخيلش شيء وسم نينتان يعني مرزو يتليش سنة إشي وسم نان يولشي ويا تنت مرزو يترتو ثم اغتسل تولد على ليوشر إز فرجع إلى المسجد تولد على ماجدك يهوغر فنهوا عن ذلك ليلا ونهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم. تارنت أقنه دير إبول خليلبا بوسن خليلز دينا خليلز حتى يفرغوا من اعتكافهم. إيش اعتكاف فرغت بولت يعني اعتكاف شق دالت. فالجماع حرام في حال الاعتكاف. اعتكاف دولش جماع يرحارم دو ويفسد به الاعتكاف. تنتاني اعتكاف دوخ شدو اعتكاف دينولش نكسن شهوس منين مرزو يتاسن اعتكاف دوخ شدو إزحارم دبا. أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه. دلاحة جماع يوسجا قدولش طلا قيولش المباشرات شيء حيوسم منين حتون حق ولا ردوكي كالقبلة مثلا أعبت يعقل خليل إز يا شهوة تاني حتون حق ولا خليل إز فمكروه إذا كراهت ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم وهو أظهر قولي الشافعي. اعتكاف دوخ شدات إبوه تنقر بلش دقوب العلم شنان جرقح تا إشتا إمام شافعي شن قولك أقرأ بلقل ولا دقا دوئز جوه دقا. كما لا يبطل به الحج إشتا حج دوخش متخلر أتبلغ تاني شي هسمنا نبت يقش يا شهوة تاني تنحق ويلش شهوة تاني شي هسمنا نبت يقش يتنو حق ويلش حج دوخش متخلر. وقالت طائفة يبطل بها اعتكافهم وهو قول مالك. تعبوا العلم شناخة إبوه تنقر بالجي تعنا اعتكاف دوخش تألا إذا إمام مالك قول دوئز. وقيل إن أنزل بطل اعتكافه. تعبوا تعالى نقعسن إذا تن ليشت ادوجها يعني تن خيار دالها تأخذ اعتكاف دوخر دو الله. وإن لم ينزل فلا كالصوم. نقعسن تن خيار دالر تخلها إنزال تسيح والر تنقر تخلها أخا إز دوخر دات تن مرخ تن متدوخر. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ أما حق ولر شيقها مرزو خائلر دوش حسمنينير فلا يفسد به الاعتكاف لما أخبرنا. لاقا اعتكاف أتكيبر بلتاني دوش داتحن ويقا ديتن مخلر. أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هر حديث عائشة تقردو الله ريز خليتن سؤالر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله ديل إلشور باختوا إذا اعتكاف دشوال جناحا أدنى إلي رأسه تو شيء كورت سونجرق بالبور عندها شوين مخاءر ديل إلشان حسم نانوشي شوين شا ماجدك خواتي الخلو يوشا تاق نعرش يلش ماجدك شو فأرجله بو تا أستنا يعني كورت إياك حقرية أرجله بو كدو مش تحقر بو كدو إذا. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا شيء هسم تسوى غير إذا إلا لحاجة الإنسان أدمي خلش حشتو النأبم. قوله تعالى الله دوش تلك حدود الله بوشتقى
يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود أحكام شدوحونا التي ذكرها الله عز وجل حقين دولو مرخن قح اعتكافا قح إيش حدود دازون شدوش أي ما منع الله عنها الله عز وجل شيخ منعين يول يختوهن واستغن تمجين دول. قال سديس بو شروط الله شروط شتن بيحكمش. وقال شهر بن حوشب سبا فرائد الله برزش. وأصل الحد في اللغة المنع حد بوشتل دوشتو الدوز تن أصل عربو متع إزهدو المنع يختو هردوقز. ومنه يقال للبواب حداد تنخ أوشدوحون بواب يخا بواب نعذر يشوكو قغار وال حداد أول تنخ بو حداد وين دوشتل دوشتو إذا إيشك بحرو أم هقها حدود الحياة حداد بوغ داز ونشلر دشوك ال لأنه يمنع الناس من الدخول هند سوء نخ يختوه من الدخول تشوع بولرخ إشالر يشو نعرخ. وحدود الله ما منع الناس من مخالفتها الله داز ونشا إذا الله عز وجل نخ يختوه دولهم دوئز من مخالفتها إشا تارا أتن خلطلو يرخ دال خيتين دول دازون شتوي تان خلطلو يرخ إتار إشخيت درخ. فلا تقربوها فلا تأتوها إش مديلشنية دال دحيتين دول دازون شخيت مديلشنية. كذلك هكذا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لكي يتقوها إش قويرش خلي ترحم الله عز وجل شيء آية بالقلدو إش قويرش خلي ترحامه فينجو من العذاب إش عازف حل خار بور بولش. سلطع بولق سيلع وش الله دالا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حقاية تنقابول أخسيلع وش الله دالا خارت وانسا شين يقع شين باخمش مبأ تاقا وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا قيل خويا ما إيتا نيخن باخ مخت حداق دا أرحام شين خو إشعاء غلط وش. تلدع بو إمام البغوي سقوله تعالى الله دوش ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بوش قيل نزلت هذه الآية دوسن درعون في امرئ القيس بن عايش الكندي ومت حلقة ألف وليشتو قيس بن عايش الكندي هو سمنين وقع دوسن دريز ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي امرئ تأيو ما تنخذه تأيو قزايز امرئ القيس بن عايش الكندي بوشوشو ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي ربيعة بن عبدان الحضرمي بوشو تنا ادعى عليه توتن ادعاء نق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل عشان يرجعها أرضا لهت يعني تو قال أتو شيلهت شين شو دير زينة قال أنه غلبني عليها تو سيجر إله حداقنا قال سيجر صلاة حداقنا تو قال شيء ادعاء نتوه قيقا بنتوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ديل شنو حضرمي إيلر ألك بينة بين يقال
دليل دو يحبو دو إز بينا بوغا بلغل مثلا هرا دو الله حي دليل دو يحتيقا الله قطوتن قال لا داتشي إليرتو قال تاختو إلير فلك يمينه ديلشنا إلير فلك يمينه تاقا حبق ويو تنگ دوي بايت فانطلق ليحلف تاق إذا تنگ دوي بايت وغر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديلشنا إلير تاق أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض نجح سنة تو تندخني دأرحم ظلما تدوي بعها ليلقين الله إذا الله عنده حلق يترمو وهو عنه معرض الله دحوز نولش فأنزل الله هذه الآية الله عز وجل هر آية تؤثر به هر حديث مسلم شادين حديثه الله عز وجل هر آية تؤثر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل شيء داخني شيء نقع خارج وانتاني مدى الله أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل شو تحبوا شارع ووشي داخني خارج وانت مدو إيل أي من غير الوجه الذي أباحه الله عز وجل مجين دولشو آغور دوش قيش آغور وأصل الباطل الشيء الذاهب باطل بوشتل دش أصل هو إذا الشيء الذاهب دعدو وشتل هم دو إذ والأكل بالباطل أنواع خارتون تاني داخني دائرة تيبا خلشتو قد يكون بطريق الغصب والنهب تاتوز إذ خلحونا غصب يرتي نهب يرتاني دوش غصب يو ناخي غرا نتقرخ تير متك تيرهم حياة قردوق والنهب إشتا إذا نتقش أدمي قرتحهم حياة قردو إذ غصب تاني حدا قندول داخني الله تخليل ملخمت كل إذا حارم دوستغن حتى إمام نووي سم غصبين بوسو بساقي حدا قندول الله تنتح ماجدك دوغي عاوس ماجدك جو علامز دمجردات أوتو وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما إشتا اللهو نيقتاني خلشتحون خارت وانت داخني دار لهو هو ملخ شامل دول بيد بوش دول هم دوق إشيقع تأسيسز هم دوق كالقمار مثلا أزارت إيقرش سنخليليز وأجرة المغني زرمن شليوقش والشنا يولشنا تار داقش دول داخني إذا من طريق اللهو إذا داق وقاية علم شناخ سورة اللقمان شادي إن الآية شرح داچينا تفسير داچ عما آلر لهو الحديث يوچنا إذا تحبوا ابن مسعود قدين درق تقوز دوي بوشا إذا تقالوا شيء إيشر شوال زرمن شوال داق تحبوا شارع بيد بوشل زابر شوال تيب ما داخنق ملخش يقع بيد بوش بول قميل بيد بوش بول هم نخ اللهو أوستو وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة إشتخل هنا خارتونز داخني دائرة ذات كيلرت والخيانة خارتو يرت خيانة إذا يامرت يرت وتدلو بها إلى الحكام أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام أشا إخارتونز داخني مدوئيل بو الله عز وجل تلقوا أمور تلك الأموال إشين يقع داخنين تاني داخنين حقع دوجدل يغلق إش أشا حكمشك صدخو خليل شريعة تارجع دقر دولشة إداخني شي دوتشا نيغ داخني مثلا شي دو بوشا غونش يشأش إداخني دوش والشن غلق شيء غلق شيء يقع دوش أش حكمشك تان تحور دولش وأصل إدلاء بوشتل دشن أصل هو إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر فيدر دعا دغيتن إرسال الدلو بوقع شو واحد دغيتر دوقيز مثلا غوشو دغيتن فيدر وإلقاؤه في البئر يقص غوشو خواسر فيدر
هو شو دغيتي يوغا شقوا سقسوا إذ يقال إشتولعون أدلى دلوه إذا أرسله أدلى دلوه أولهن إذا أرسله تو إذا يقدر تو دعدغيش مثلا دخيهش تو إذا ودلاه يدلوه إذا أخرجه إشتا دلا يدلو أولهن تو إذا أشر آردخش يقدر أزغوشر. قال ابن عباس وهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة. هرى استجحق عدونا يكون عليه مال تنتحى داخنيدو وليس عليه بينة دلحتن بينيات دليل داتتن فيجحد المال تو جحوديو إداخني حقه فيخاصم فيه إلى الحاكم تأقتو قوس ميدوق يغلق حكمك قيدية وهو يعرف أن الحق عليه تنخوش دولشا شينتي حق دوي ناخن عدل ديش وإنه أثم بمنعه شاء قلت وشوية إنيه حق عتدلرت. قال مجاهد بو في هذه الآية وقاية نجحة لا تخاصم وأنت ظالم حقيس ملول عني حظلم هو ولش. قال الكلبي بو هو أن يقيم شهادة الزور وقوله إذا شهادة الزور دش حد هو تدعون خارت تيشل دش يا خارت قميل درجها خارت تيشل درجها دعوة تردون إزبوه وقوله الله دوش وتدلو بوش دقا في محل الجزم حول عدو إز بتكرير حرف النهي دويتون تكرير يش يهو حقدر دوش قزع مطلق عمودر آية تنجح الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل درق أشيء يقرأ ولا الحرف نهي در يوقع نهي ديشتك إذ يهو إدوسن ولا تدلوا المعن دوسن دعون إزبوتوا ولا تدلوا حرف النهي دوسن معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقيل معناه تعبوا شاربوت معن ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه في الحكام أشا خارتوان تاني مدو إيلش وتنسبونه إلى الحكام تأقش إذا حاكم شك تان تحور دلش. قال قتادة سبو لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم. لا تدل بمال أخيك حيوشي داخني حكما تمحولهني إزحون حدل ديشو الخليل إز يحطون عدل ديش وقت الخليل إز وأنت تعلم حون خوش أنك ظالم حظلم خووي فإن قضاءه لا يحل حراما. إخار تويتنا أتسدخوشو مثلا إداخني حون دتاحة قلنا إذا خارت إداخني حون دساحة أت ينيول قلو لا يحل حراما حارم دك حانل تدحون تبوه الله هنجرجع تلست أتسدخوشو ما شين حقوش تل دليل تاني قلي رتقع إداخني مثلا حدو إز يا حدوني والشندو إز ال دلاحة تو إزينيحة الله هنجرجعها تو ينيول يقلو حارم دك حانل تدحون. وكان شريح القاضي يقول شريح القاضي سؤولر إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما بقل أسا حوجح قل يشو دلح صونحو ظلم هو الخيط ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة. دلح سيشيات قالت لا يسعني سيشيات إلا أن أقضي أسقل بما يحضرني من البينة دليل صون حقوش دال شنساني بم وإن قضائي لا يحل لك حراما بقل أزين خلي القلة سين جندل هم تاني توحون حارم دك حانل تدحون ال. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ديل يشنو الله عليه الصلاة والسلام بقى سو أدمدو وإنكم تختصمون إلي شو سونت يخا شي قوسم شباش ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد خل مكشوخ تحويقا ألحن بحجته شي دليل ثاني إذا غالت وولشا من بعد تحبول شيرل فأقضي له أستعقتنا نعم فأقضي له أستعقتن آور إقلير يلشا على نحو ما أسمع منه سينا حخزدل شمنخ سين حخزدل همشا سين حقندل دليلخ بوغدي فمن قضيت له بشيء من حق أخيه نقع سن أسا تحن قليحا تنوشي حق أخدوشتل همنخ تن إخوش دول إشي وشي حق تخار تندلحا تخار توي تنشين آور قليتق فلا يأخذنه تو حما يوتيل بو تو حقيتني حما يوتيل بو ديلشن عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من النار بقول أستنا خادن حقاست وشميو قطعة من النار جوجغتي تأرخت عداق بو يبو قولوا ديلشن عليه الصلاة والسلام إمام نووي سوق حديث هقى حقين شنو خدر ديلشن عليه الصلاة والسلام هو شاء شين حقين دول هم تاني مثلا خارت جاوة يش والله استقى تنقع مثلا بينا يلاح ياتح تاختو شين ته يقل شي حقا قوسم تبين والشنو تنا مثلا تقع دليل داتها يعني خارت وان تاني شين حقوش دول هم تاني خارت اورتو يقل ليناحا إشين خو شعتو تنقر حقيتها تو إحما يوتيل بوديلشنو عليه الصلاة والسلام بقولاتو يحيي تحشا ينو القيل تاني شين حقوش لغمان تاني جوج غد تقرأت عداق لتن لوش دقال قوله تعالى الله دوشا لتأكلوا فريقا بوش دقا طائفة توب يقز من أموال الناس بالاسم نيغ داخني قن قتاني بالظلم ظلما تاني وقال ابن عباس بو باليمين الكاذبة خرت دويبا أرت يقطع بها مال أخيه تو تنتاني شي وشي داخني دخاد وردولش وأنتم تعلمون شخوش دولش أنكم مبتلون شخرت دوي حقت عاتان ليرو درس داير جوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.